الشاب اللي قدامكم ده في ثالثه ثانوي يا جماعه، فتح عربيه زلابيا واقف في الشارع في عز البرد علشان يصرف على دراسته. فيا ريت كل اللي يشوف الفيديو دوت يعمل لايك وكومنت واكسبلور ونكون سبب بسيط في رزق غيره. ويا جماعه الفيديو دوت من الشتاء اللي فات، بس انا صفحتي اتهكرت، ابو حميد فود اتهكرت والله العظيم، ومش عارف اعمل ايه بصراحه يعني. فانا نفسيتي تعبت، فانا نزلت فيديوهات اللي قديمه تاني علشان نرجع الصفحه بتاعتنا مثلا لحد مثلا 20,000 متابع. يا ريت كل اللي هو عنده في منطقته يروح يشتري من عنده ويكبر بخاطره، واسعاره بجد حلوه جدا. يعني الطبق عنده بيبدا من 20 جنيه لحد 40 جنيه. انا بجد بكون في قمه سعادتي لما بلاقي شاب محترم زي دوت كده لسه في بدايه حياته وفتح مشروع عشان ربنا يكرمه ويصرف ويعتمد على نفسه، مش زي شباب كده مقضيين حياتهم على القهاوي ولا شغله ولا مشغله وبياخدوا مصروفهم من ابهاتهم. الزلابيا عنده بجد طعمها حلو قوي، والعجينه خفيفه كده والسكر فيها مش بيجزع. بس انا عامه اصلا ما بحبش اللوتس دوت في اي حلويات عامه، بس هو كان طعمه مقبول شويه. يعني هو بيكون في الحلويات بيبقى صعب كده، بس في الزلابيا كان خفيف فكان طعمه حلو. وبس كده. دوت محمد ناصر صاحب عربيه الزلابيا، هو واقف في